سمك السيوف. سمكة جميلة جدا ما شاء الله. بتبقى عاملة كده طويلة، سمكة طويلة كده، وتجيبيها بتنضفيها بورق جرايد او بورق عادي كده وشوية ردة. تمسحيها بقى كده تلاقيها بقى زي الفل كده، زي ما انت شايفة عامل زي السمك الفيليه بالظبط. انا جبتها وعملتها كده بنفس الطريقة. انا اول مرة اجيبه بس الصراحة طلع جامد جدا. موجود في المدن الساحلية كتير. جبتها وتبلتها بالملح والثوم والشطة والكزبرة والكمون اهو. وهعدلها تعفرة كده في الدقيق علشان اقليها. السمكة دي جميلة جدا ما شاء الله. بتزيد في القلية كده لحمتها كده بتفش كده وانت بتقليها، وطعمها حلو قوي. سمكة نظيفة مفيش فيها اي حاجة خالص. وبطنها نظيفة وهي طعمها حلو ولحمتها حلوة. سعرها حلو قوي قوي ما شاء الله، جميلة. شايفة عاملة ازاي اهو. هاخدها بقى وهقليها في الزيت زي ما انت شايفة كده. لو عندكم السمكة دي قولولي بتعملوها ازاي. انا اول مرة اجيبها فعملتها بالطريقة دي، تبلتها وقليتها على طول في الزيت، وطلعت كده بالشكل ده زي ما انت شايفة ما شاء الله. جميلة جدا وطعمها جميل، هتعجبك ان شاء الله. جرب الطريقة وقوليلي لو عندكم السمكة دي اسمها ايه عندكم، وبتعملوها ازاي وتنضفوها ازاي. زي ما انت شايفة كده طالعة اهي. فصوصها حلو قوي وطعمها جميل، نظيفة جدا كأنها سمك فيليه بالظبط. تبقى كده مقرمشة من بره وطرية من جوه، تديك طعم حلو قوي قوي. عملتها كده وعملت جنبها شوية رز ابيض وشوية سلطة بلدي ومخلل زيتون من اللي احنا عاملينه قبل كده. يا رب الطريقة تكون عجبتكم. بحبكم في الله، مع السلامة.